السلام عليكم. اليوم راح نديرو شوربة الفيغميسال كيما راكم تشاهدوا. شوربة الفيغميسال عندي المقادير، عندي 2 حبات زرونضية، حبة بصل قرعة، و2 حبات بطاطا صغار. هي نورمالمون ندير حبة بطاطا بصح ما عنديش حبة بطاطا كبيرة، درت 2 صغار. عندي سنينة ثوم، عندي قزبر، وعندي النعناع ها هو كيما راكم تشاهدوا. كاس ماشي فيغميسال، السنطير. وعندي جلبانة حوالي كاس، طماطم كيما راكم تشاهدوا. عندي فلفل اسود راه لهنا، عندي بابريكا راهي هنا، وعندي الزيت. اذا هذه هي جميع المكونات اللي راح تدخل في الشوربه. وكذلك راني نشوي في الفلفله كما كنت تشاهدوا في الطابونه. هذه للشلاضه حندير بها سلطه. وعندي كميه من الدجاج كما راكم تشاهدوا، راح نوضعها للبنه. عندي واحده جامبو كما راكم تشاهدوا دجاج. هذا هما المقادير تاعنا. راح نبداو على بركه الله. بسم الله. راح نوضع كميه من الزيت، مش حنعبر بصح عيني ميزاني كما راكم تشاهدوا. كميه الدجاج. يتقلاو حوالي 5 دقائق، ونزيد عليهم البصل. المحمر تاعنا بعد ما قليناه شويه رايحين كميه البصل. نحط كميه البصل، خلي كذلك يتقلى. كنت ضفت الخضره كما راكم تشاهدوا. كنت ضفت الطماطم، قلت الطماطم زرونضيه 2 حبات، حبه قرعه، و2 حبات بطاطا كما راكم تشاهدوا. رايحين نضيفوا السنه تاع الثوم. راح نضيف كميه النعناع كما راكم تشاهدوا مع القزبر. نخلي كلشي يتقلى. اذا الشوربه تاعنا راهي تتقلى، حنوضعوا كميه من الملح، كميه من الفلفل الاسود كما راكم تشاهدوا، كميه من البابريكا كما راكم تشاهدوا. انا مخلطه، عندي نص حلوه ونص حاره كما راكم تشاهدوا. هذا ما كان، اكتفي بهذا. رايحه نمرق كما راكم تشاهدوا. كنت سخنت الماء، راح نمرق. رايحين نضيف الجلبانه تاعنا اللي قلنا حوالي كاس كما راكم تشاهدوا. نخلي كلشي يطيب مع بعض. نوضعوا وحده جامبو. الا لاحظتوني ما قويتش الملح راح نضيف هذه مالحه. الشوربه تاعنا راهي طيب كما راكم تلاحظوا. رايحين نغلقوا هكاكا، ما نغلقهاش كامل عادي، ونخلوها طيب كما راكم تشاهدوا. دائما نذكر المشاهدين الماء هنايا يكون من نكثروش الماء هنايا يكون. اذا خصنا من بعد نزيدو، ماشي مشكله الماء. اذا هذا الشوربه راح انا ندير فيها للمبتدئات، نتمنى يتعلموا. احنا الكبار يعرفوا يطيبوا، ماناش نهضروا على الكبار، نهضروا على المبتدئات. نتمنى يتعلموا. اذا خياتي الفرميسال تاعنا راح نحمصوها شوي.
رايحين نحمصوها شوي. رايحين نحمصوها شوي، كمية قليلة من الزيت كيما راكم تشاهدوا، قطرة زيت هاك. حنحمصوها شوية فقط. ما تعجنش، وكنت ما كثرش الزيت لا راكم تلاحظوا. اذا اكتفي بهذا القدر. هذه هي لاكولور اللي كنت نحوس عليها، كنت حمصتها باه ما تتعجنليش، كنت حمصتها باه ما تتعجنليش. وتعطي واحد البنات هاني غيرات الضراء. كنت صاي اكتفيت بهذا القدر، صاي ما نخليهاش في المقلبه مزيش تحمر لي. اذا الشوربه تاعنا راهي تغلي كيما راكم تشاهدوا، راهي طيب. بعد ما تطيب رايحين نرحوا الخضره تاعنا، ثم نوضعوا الفيرميسيل. اذا الخضره تاعنا بعد ما رحيناها كيما راكم تشاهدوا، رايحين نفرغوها ونزيدو المرق. رايحين نزيدو المرق. كنت ضحت شويه فلفل، راح نضيف كذلك شويه بابريكا، نخلط كلش مع بعض. كنت زدت مرقت بعد ما رحيت الخضره تاعي. رايحين نوضعوا هذا اذا الشوربه تاعنا كيما راكم تشاهدوا راهي تغلي. ماشي فيرميسيل، لسان الطير راني دايره. دائما نغلط ونقول فيرميسيل فيرميسيل وهي لسان الطير. على كل حال نفس الطريقه بالنسبه للفيرميسيل ولا لسان الطير. كيما راكم تشاهدوا راهي تغلي. بعد ما طيب الشوربه تاعنا رايحه نوضعوا النعناع والقزبر بعد ما طيب. اذا حوالي ربع ساعه بعد ما حطيت الفيرميسيل، ماشي الفيرميسيل عفوا، لسان الطير، حوالي ربع ساعه حتى ل20 دقيقه ونطفي ونوريها لكم في صحن التقديم. اذا راح نوضعوا كيما راكم تشاهدوا ونطفوا. صاي الشوربه تاعنا صبحت واجده. الشوربه تاعنا بعد ما طابت كيما راكم تشاهدوا